النائب العام من قلب بيتي، انا بتهدد من المنتجه ليلى الشبح والعصابه بتاعتها. السلام عليكم. يا ريت اللي بيشوف الفيديو ده دلوقتي حالا يكمل معايا متابعة الفيديو، لان الفيديو ده مهم جدا وفيه تفاصيل مهمة جدا. تابعوا معايا الفيديو. قبل متابعة الفيديو اتمنى من حضراتكم دعمي بلايك للفيديو وكومنت تشاركوني فيه ارائكم وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. في فيديو النهارده هنتكلم عن التيك توكر أس. واللي عارف التيك توكر أس واللي ما يعرفوش هنعرف مع بعض قصته ايه في فيديو النهارده ان شاء الله، وكمان هنعرف ايه سبب الوفاة، وكمان هنعرف قصة بسنت محمد البلوجر اللي لقوا معاها سيجارتين حشيش وكمان ازازة ويسكي. وتابعوا معايا الفيديو للنهاية، واتمنى من حضراتكم بدعمي بلايك للفيديو وكومنت برأيكم. في حملة القبض على البلوجر ومشاهير التيك توك تم القبض على البلوجر والتيك توكر بسنت محمد، وزي ما بيقولوا عليها زعيمة الفساد. بسنت محمد اتقدم ضدها بلاغات كتير جدا بسبب فيديوهاتها، وبيقولوا على فيديوهاتها تفسد الذوق العام وتخالف تقاليد الأسرة المصرية. طبعا بعد البلاغات الكتير اللي اتقدمت ضدها قبضوا على بسنت. لبسك كله عريان، فين امك وابوك؟ ربنا يديهم الصحه وطولة العمر موجودين، بس التربيه عمرها ما كانت باللبس. انا ستايلاتي متعدده، بلبس كل انواع اللبس، مقفول وقصير وكل حاجه، عشان ده ستايل ملوش دعوه بالتربيه. مش مطلوب مني ان انا ارد على اي حاجه في حياتي الشخصيه. تمكنت رجال الداخلية من القبض على بسنت محمد، وطبعا وهم بيقبضوا عليها لقوا معاها سيجارتين حشيش و199 فيديو فاضح وكمان ازازة ويسكي. وطبعا لما واجهوا بسنت محمد بالحاجات اللي معاها وبالفيديوهات اللي هي بتقدمها، طبعا هي اعترفت ان هي بتعمل كده وبتقدم الفيديوهات دي من اجل زيادة المشاهدة وتحقيق ارباح مالية. يعني هي اعترفت وقالت ايوه انا كنت بنزل الفيديوهات دي علشان خاطر ازود المشاهدة بتاعتي، علشان خاطر يجيلي منها ارباح كويس. بالنسبة بقى للتيك توكر أس ده شاب غلبان، يعني زي ما انتوا هتشوفوا كده في الفيديوهات بتاعته. طلع في فيديو كذا فيديو ليه كان بيتكلم على مروة مبارك او مروة يسري. لما طلعت واتكلمت وقالت ان هي تعرف عن مافيا تجارة الاعضاء وتعرف عن مافيا غسيل الاموال وتعرف معلومات مهمة جدا تفيد البلد ومعاها ادلة ومستندات. أس ده طلع يعني جنب منها بيساعدها وبيساندها وبيقول بلاغ للنائب العام ان هو يسمع مروة مبارك دي علشان هي عندها مستندات مهمة جدا وخطيرة جدا ومعاها ادلة بتثبت صحة كلامها. طبعا أس ده مش مجرد كلام هو كان بيقوله خلاص. أس هو كان بيقول ان بعد كده يعني لما مروة اتقبض عليها في كذا فيديو ليه كان بيقول يا جماعة بلاغ للنائب العام، انا بتجيلي تهديدات في البيت ومن المنتجة ليلى الشبح وعصابتها زي ما هو ما بيتكلم في الفيديوهات. تعالوا بينا نسمع الفيديو ونرجع مع بعض تاني. النائب العام من قلب بيتي، انا بتهدد من المنتجه ليلى الشبح والعصابه بتاعتها بتوع شقق الدعاره ودلاب المخدرات والبلاوي السوداء. عصابه كبيره قوي بتهددني علني قدام المصريين كلهم. انا بطالب كل مصري شريف يشير الفيديو ده وهاشتاج للنائب العام، عشان انا معايا ملف اسود وبلاوي سودا مع العصابه دي كاملا. بتهدد زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو، يعني كلامه كان بيستنجد بالناس، كان بيستنجد بالنائب العام، كان بيستنجد يعني بالداخلية، كان بيستنجد بيهم. وكان هو كان عايز حد تقريبا يعني يبعتله او يجيبه ويقوله يا ابني قول لنا ايه اللي انت تعرفه عن موضوع في تجارة الاعضاء، ايه اللي انت تعرفه، ايه التهديدات اللي هي بتجيلك. طبعا أس محدش سمع له كلام، ومعظم الناس كانوا بيقولوا ان هو بيقول كل الكلام ده علشان ياخد الترند. طبعا أس ما كانش عايز ياخد الترند ولا حاجة، هو شاب غلبان وهو كان عارف حاجات، لان هو كان بيقول كمان
في فيديوهاته ان ليلى الشبح والعصابة اللي وراها كانوا عايزينه يشتغل معاهم في كمان شبكة دعارة كبيرة جدا. يعني تعالوا بينا نسمع الفيديو ونرجع مع بعض تاني. بتهدد علني يا فندم، بتهدد علني، تهديد علني، اللي هي بتقول مش هتسيبني. يعني معنى مش هتسيبني وبتقول اللي هي هتجيلي فين؟ بلاغ للنائب العام. ارجوك يا فندم، ارجوك يا فندم، كفايه كده، كفايه ان احنا نسيب العصابه دي تخرب البلد. وزي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو كده، بعد الفيديو ده تقريبا أس مات. يعني هو مات، في ناس بيقولوا ان هو مات بحادث سير، وفي ناس بيقولوا ان هو اختفى، وانا مش عارفه، مش متاكده من موضوع اختفى ده، خصوصا ان هو ملهوش اهل يسالوا عليه او مثلا يطالبوا بحقه. أس كان يتيم، كان في دار رعايه ايتام، فده الموضوع يعني اللي محزن جدا. الموضوع ان هو ملوش اهل يسالوا عليه، هو كان في دار رعايه ايتام. هو في قناه معينه على التلفزيون طلعت واتكلمت في موضوع أس وقالوا ان هو مات بازمه قلبيه. والنقطه من اول السطر، الموضوع مفهوش كلام تاني، هو مات بازمه قلبيه. طبعا احنا ما نقدرش نتكلم في الموضوع، ولكن الله يرحمه ويغفر له. هو طبعا كان معاه على كلامه ان هو كان معاه مستندات وكان معاه ادله. طبعا أس بقى مات بازمه قلبيه، مات اتخبط بعربيه، مات اتقتل، الله اعلم. هو مات والسر مات معاه. يعني 2 من التيك توكر لحد دلوقتي ماتوا، وهو أس ويارا. طبعا الموضوع زي ما انتوا شايفين وعارفين، الموضوع كبير جدا وخطير. ويعني احنا بنتمنى ان ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ مصر ويحفظنا جميعا من اي حاجة وحشة. بس بجد الموضوع يعني يخليك كده تبقى مش مطمن وقلقان. فهنتابع مع بعض في الايام الجاية اللي هيحصل واللي هيقولوه في التحقيقات، وان شاء الله ربنا هينصر المظلوم، ان شاء الله ربنا هينصر اي حد مظلوم، وان شاء الله ربنا هيبين الحق قريب.